السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير كلكم. أنا حابة أطلع النهاردة وأقول حاجة بسيطة جدا للكبار. طبعا أنا كلمتكم في الأول على هدف البودكاست ده وهعيد تاني الهدف. الهدف هو إنه يتم تحسين التواصل بين الأهل وأطفالهم. أنا بهتم شخصيا بالأطفال وبيهمني تحسين التواصل بين الأهل والأطفال، لأن أصلا الأسر هي أساس المجتمع. فالأسر لو بقت في تحسين مستمر وتطوير مستمر وعلاقتها بقت في تحسن وتطور على طول، ده هيخلينا كمجتمع نتطور برضو ونتحسن. عشان كده أنا عملت البودكاست. هدفي في نفسية الأطفال، لأن نفسية الأطفال بتكون هي البداية. انهم لما هيكبروا هيعملوا اسر، يعني الاثر المتساب في نفسيتهم من صغرهم ده هيأثر بشكل او باخر في طريقة تنشئتهم لاطفالهم. فلو احنا عايزين المجتمع يتحسن نبتدي من الاطفال. علشان كده عملت البودكاست ده، لاني لاحظت ان الاطفال ما عندهمش مساحة امنة يقدروا يعبروا فيها عن مشاعرهم واللي بيحسوه بحرية، من غير مقاطعات، من غير احكام، من غير اي حاجة، يتسمعوا بس. ولما يتسمعوا يكونوا بيتسمعوا بالقلب وبالعقل علشان نقدر نفهمهم ونوصل لهم. حابة النهاردة اقول للكبار، اي بطل من ابطال بودكاست على قد عقلنا بيطلع يتكلم، فهو مش بيحكي حالة خاصة، بالعكس ده بيحكي حالة عامة، وحالة عامة موجودة في معظم بيوتنا إن ما كانش كلها. فعاوزاكم تبصوا للبودكاست ده وتطبقوه عليكم وعلى نفسكم وعلى أطفالكم. اسألوا نفسكم، هل يا ترى أنا بسمع ابني أو بنتي صح ولا غلط؟ هل أصلا بسمعهم ولا لأ؟ هل بخصص لهم وقت من الوقت بتاعي خلال يومي ولا لأ؟ طب هل ابني مبسوط، زعلان، مستنيني يقول لي حاجة، مستني مني حاجة؟ فرجاء شخصي من كل الكبار اللي بيسمعونا انهم ما ياخدوش الكلام اللي بيتقال او اللي بيقولوا الاطفال انه حالة خاصة تخصهم هم لوحدهم. بالعكس، دي حالة عامة موجودة عندنا كلنا. فعلشان نحقق هدف البودكاست ده، وان احنا دايما نحسن او نسيب اثر ايجابي في نفسيات اطفالنا من خلال ان احنا نطور من تعاملنا وتواصلنا معاهم كويس قوي في طريقة تربيتنا ليهم وتعليمنا ليهم، البودكاست ده هدفه ان كل واحد فينا يبص لنفسه، هل احنا فعلا بنتصرف بأحسن شكل مع اطفالنا ولا لا؟ لو لقينا انه لا، هنبتدي نطور ونحسن في الموضوع ده، مش اننا نحكم عليهم. حاجة كمان كنت حابة انوه عنها، ممكن كتير من الكبار ما يعرفوهاش. الاطفال عالمهم كبير وواسع وفي نفس الوقت بسيط، مش معقد زي العالم بتاع الكبار. بمعنى ايه؟ بمعنى ان اي حاجة عند الطفل اسمها حب. اي تصرف بيصدر من الاهل ده هياخده في سكتين، اما ان هو بيحبني او مش بيحبني. مثلا انتوا اختلفتوا في وجهة نظر، هو عايز يعمل حاجة غلط بس هو ما يعرفش، او من وجهة نظره او بعقله الصغنن هو مش عارف ان دي غلط او هتأذيه او فبالتالي انت هتمنعه، وممكن يوصل الموضوع لان احنا نمنعه كمان بالقوة في بعض الاحيان. فطبعا تصرف زي ده الطفل هيشوفه ان هو انت منعته عن حاجة عايز يعملها. في التصرف ده الطفل هيترجمه بشكل واحد فقط، وهو انه ايه ده بابا مش بيحبني او ماما مش بتحبني لان هي منعتني عن حاجة عايز اعملها وممكن تبسطني. هل ده معناه ان ده حقيقي، يعني ان انت مش بتحبه او انت مش بتحبيه؟ اكيد لا. ولكن الطفل العالم بتاعه هو ده، هو بيترجم التصرفات كلها او الكلام اللي بيتقاله او ايا كان من اي حد، خصوصا المقربين دي، يا اما بابا او ماما بيحبوني او مش بيحبوني. فارجو ان انتوا ما تاخدوش المواضيع دي بحساسيه وتفهموا عالم الاطفال كويس. واصلا برضو ده الهدف من البودكاست، ان احنا نفهم الاطفال اصلا بتفكر ازاي. مش بيقولوا حاجه ضد اهلهم، بالعكس هم بيعبروا عن مشاعرهم، والهدف في النهايه اصلا هيبقى في صالحكم وصالح اطفالكم، لان
زي ما احنا شفنا في حلقات انه هيتحسن علاقتكم مع بعض لما تبتدوا تسمعوا لبعض وتفهموا بعض كويس، وبالتالي هتحسنوا التواصل ما بينكم بشكل احسن. وطبعا موضوع الحب عند الاطفال ليه لغات ولغات كتير وطرق كتير، وانا كنت اتكلمت عنها قبل كده، ممكن ابقى انزل لكم مقتطفات منها عن لغات الحب الخمسة عند الأطفال، وإن إزاي الأطفال ممكن تترجم حاجات بسيطة لموضوع إن هي مش بتحبني أو هو مش بيحبني من وجهة نظرهم وعقلهم الصغير. أتمنى أكون قدرت أوصل وجهة نظري علشان ما يحصلش لبس من خلال أي تعبيرات بتصدر عن الأطفال، لأن هم فعلا عالمهم بسيط جدا وتعبيراتهم بسيطة برضو جدا زي العالم بتاعهم، مش بيكونوا قاصدين الحاجة اللي بتوصل للأهل. فأتمنى ان انتوا تسمعوا لهم اكتر، تفهموهم اكتر، واسمعوا لهم بقلبكم قبل عقلكم كمان.